بعد اي تصوير الحاجه الوحيده. Yes, we're back to like a trio, right? We're back to the trio مع الانترفال تيبل والقاضي والمخابرات بتاعته. هل المستحيل حصل؟ المستحيل ايه؟ المستحيل ان ترامب يوقف بيبي عند حده. احنا كنا بقالنا فترة كانوا بيعملوا ما يسمى بلايم جيم، فترة بيعملوا فيها ما طولوش فيها عشان اتفقست، فاللي هو لأ بلاش تعالى نلعب غيرها. لعبة الايه البليم إعلاميا في السرديات الإعلامية، وعمال مع الأرض يقعدوا يقسموا مزاجهم، يقطعوا خرائط ويدفعوا فلوس من هنا ويرشوا دول ويعملوا دول ويهددوا دول ويبتزوا دول والحاجات دي كلها. احنا بقى إعلاميا بنشوف احنا بنشوف الرقصة اللي مفيهاش أوركسترا حتى، ليها ذوق كده، مش رقصة بذوق يعني متحسش إن فيها ذوق. واللي بيعمل orchestration ما عندوش ذوق وهو بيعملها. مش الرقصة خلي الواحد يقول الله ايه الجمدانة دي في الفكرة. يعني في لعب المخابرات ساعات بتبقى يخرب بيت دماغك دي ألماظة، خد بالك انت طلعت الراجل الشعرة من العجينة وطلعته بدل الأبطال ثاني هو فالأسبوع أقل من أسبوع يعني مش أقل من أسبوعين هما يعملوا بلاين جيم. ايه اللي حصل دلوقتي؟ احنا مش كمان 18 فبراير؟ حلو، آخر الشهر يعني بدأنا على آخر الشهر زي الفل. ابتدينا بداية السنة بداية جميلة جدا، خدنا مدوره وبعدين نزلنا ما يسمى الثورة الإيرانية مع الموساد، نزلوا الشارع عشان يقولوا تنحى أيها المرشد. بعديها أمريكا فجأة اتدخلت وعملت عملية مسميها ايبك تيري معانيها كبيرة جدا على العملية اللي هي عملتها أصلا. آه آه الأسطوري الملحمة الأسطورية أو الغضب الأسطوري. الواحد يتوقع من اسم العملية إن في حاجة كبيرة هتحصل، في النووي هيستخدم، في حاجة هتحصل، حاجة أكبر من كده. فقال لك أتاري النووي بقى مش النووي هو اللي يخوف، لأ الاقتصاد يا غبي. أنا مش بشتمك، أنا بقول اسم رئيس أمريكي قالها قبل كده وقعدت 4 سنين عشان دي فيها، عارف لما تدور على البازل كده حتة من البازل وتركبها في الصورة توضح لك في عالم الأبحاث. فما لقيتش حد خالص يعني بيتناول ايه اللي حصل واتسيستمت ازاي الحروب بتاعت الاقتصاد يا غبي. economy stupid أو dumbass. مين اللي لقطها وبدأ دلوقتي يبقى ضيف موجود بالتزام مع القاضي، مش متنطور في كل حتة. القاضي وفر له مساحة كبيرة جدا حتى يوم الجمعة بقى هو واخد المساحة مع الاتنين اللي عادة كان بيطلعوا، لاري جونسون وري ماجافن، بقى معانا سكوت وودرز هذا المقاتل. هو منفعل طول الوقت، فلما تلاقيه هادي ربنا يهديك يا سكاي أو سكاري من فترة قال لك أوكي إن سكاري بيسمع اللي إحنا بنقوله وبيسمع الناس التانية ويسمع الآخرين والكلام ده كله زي ما إحنا بنعمل يعني. ده اللي إحنا بنعمل right. بيطلع يحاول يحشر في دماغه. طبعا هو اكتشف إيه المقصود بالاقتصاد يا غبي وقال لك الرئيس اللي قالها ثانية واحدة. alright. again قبل ما يخلصوا الحاجات اللي هما
عايزين يخلصوها، اللي هي الأهداف الغير معلنة. البعد أعلنوها يعني، لكن أمريكا مش بتترنح في إعلانها، لأنها مش قادرة تقول للشعب الأمريكي أو للعالم كله إن أنا جزء من اللي بعمله ده، إن أجيب الإيه، أكبر من البعد زي ما كان ترامب قال في بداية، أكبر من أراضي البعد. المهم، فالسؤال إيه؟ هل المستحيل حصل؟ لأن ترامب صحي النوم، CIA المفتوحة بعد طبعها من وهي في الشرق الأوسط على اللي بره اللي في أمريكا، بعدت لبعضها مسج لهم what the fuck WTF what the fuck is he saying دلوقتي، إنه إيه هيقول للبنان إن هي prohibited، يعني enough is enough، بيزعق لبيبي قدام الناس، يقول له كفاية كفاية، يعني كفاية، ممنوع عليك تضرب لبنان. alright، فهم بيوصفوا لك هنا إنه مش بيتكلم على لبنان كلها شاكب راكب، ده ممكن يكون بيتكلم بس يا دوب على العاصمة أو بيروت. جو الخريطة، الخريطة اللي هي فيها أراضي من لبنان على سوريا على علم، ومرسوم عليها طوق كده، بيجي هو بيقول لك الطوق ده كان عايزين يخلوهم طوق جهنم على دماغنا، بس احنا حولناه طوق ايه، حزام امان. وسكار بريدرز يقول لك لا حزام امان ولا طوق ولا نسيبة، ده احتلال للأراضي أكتر وخلاص. واللي بيقولوا بيبي بالعبري للاستهلاك محلي، واللي بيقولوا ترامب وفي المطلق استهلاك محلي برضو، ان هو آه، كسب كسب اي الحاجات، كسب الاهداف العسكريه اللي عمل، اللي قالها يعني، او الاهداف اللي اعلن بيها. بالنسبه له احنا كده كسبت الاهداف. مش انت قلت لنا نغير النظام؟ راس النظام مين؟ الخميني، خدنا راسه وخدنا راس قيادات تانية. وبما عندنا ناس عندها مرونة، عباس عراقجي مرن، اوكي، والجيش بتاعهم مفيش اصلا جيش، الجيش بتاعهم المفروض اللي فهمته الميليشيات المستخبية في الجبال، او ال 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 المصانع، مصانع السلاح اللي تحت الارض، الله اعلم من كل حاجة بتاعت الحاجات دي. آه ب- اسمه ايه ده؟ لا 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 لا. but uh what was I؟ yeah، فادوا له صور، ولما صور المثال ده قد ال I'm getting calls، مش عارفة انه انت عملت اهدافك، وهو متدرب على 3 حاجات، اللي هندله دربه على 3 حاجات. لا اله الا الله. What did the United States Treasury announce recently, which would have a profound effect on the relationship between Iran and the United States? Well, in fact, yesterday, as they were announcing the ceasefire, and this was in response to the 10-point document that Iran had presented a week ago in Islamabad for having negotiations. And one of those 10 points was no, all sanctions have to be removed. No more sanctions. So what Scott Bessent did yesterday, as soon as this so-called ceasefire was announced, is he imposed stricter sanctions on Iran, also lifted sanctions for both Russia and Iran with respect to oil, reimposed those sanctions, and then also threatened China in the process, to the point that China now is outraged, enraged at what the United States did. So the bottom line is, until those sanctions are removed, okay, there will not be another round of negotiations. اوكي سو ما يسمى وقف اطلاق النار علّوا عليها بزياده، ان هم حطوا اضافوا سانكشنز او عقوبات اخرى. ما شالوش السانكشنز دلوقتي مع ايران، ناو اكشلي حطوا سانكشنز على ايران، روسيا اند تشاينا، ويقول لك تشاينا از مستاء جدا على العقوبات اللي اترمت عليها فجأة. There will not be a meeting in person, and this war will continue. I think that it will start next week. اوكي، الحرب دي هتبدأ تاني، هتعيد اشتعالها الأسبوع الجاي اللي هو على يوم الاثنين، ممكن بكرة، لغاية ما العقوبات تتشال من عليهم كلهم يعني. And
And you know, Trump is in a delusional world. He's completely detached from reality with what he's saying. Because on the one hand, they said they're going to continue to blockade Iran. Well, okay, wait a second. If you've destroyed all their army, if you destroyed all their navy, if you destroyed all their air force, and destroyed all their air defense, what's the need for a blockade? Because Iran reportedly can't do anything. And I just note my final remark on this is that non-existent Iranian air defense, it shot down a $250 million, let me repeat that, $250 million drone called the Triton that was flying out there. So $250 million, $250 مليون. يقول لك الدفاع الجوي اللي مش موجود في إيران وقع درون مش مصر درون ب $250 مليون. $250 million, let me repeat that, $250 million drone called the Triton. Trident, okay. قيل إن في درون ب $250 مليون اسمها Trident. and قيل برضو عشان ما بيدعوا إن إيران ما عندهاش دفاع جوي، فالدفاع الجوي اللي مش موجود في إيران ده ضرب أو تصدى للدرون اللي سعرها $250 مليون. okay. Was flying out there. So, you know, those Iranians must be good at throwing rocks or sticks or something. How is this regular government plane in Beijing and in Moscow? Are they taking the view that if their enemy is shooting himself in the foot, you don't stop him? Or are they not? alright, so موسكو بقى شايف الوضع ازاي؟ هل هم متبنين فكرة لو عدوك بيضرب نفسه برجله shooting himself in the foot، يعني بيأذي نفسه بنفسه، يعني ما توقفوش، خليه يضرب نفسه بنفسه، خليه يخسر، ولا very happy that there's an interference in the economic equilibrium to which they were accustomed? Well, the Chinese are very concerned, but they're very slow to anger, they're very slow to react when, as they see their virtual ally Iran winning. Now, the Russians, it's a little different. Their virtual ally is... okay, so بالنسبة للصين concerned قلقة حذرة بس مش بغضب، ما مبينش أوي الغضب بتاعها. هي شايفة بس أنا شايفة لسه القضايا والحليفة بتاعتها إيران بتكسبها. Right on their soft belly, they're really concerned what happens to Iran, and neither Moscow nor Beijing is willing to let Iran lose this. This is a big new factor. ونفس الحاجة مع موسكو برضه concerned أكتر. so لا الصين ولا روسيا يخلوا إيران تخسر. alright. It's to do with the new balance of power in the world. Now, وده بسبب ميزان القوة العالمية دلوقتي. القوى العالمية، موازين القوى العالمية بتتغير. قالها ليش من كام يوم؟ قال لك احنا سببنا الأسباب إن موازين القوى العالمية دلوقتي تتغير دلوقتي عشان يبقى عندهم يبقى عندهم الأسباب إنهم يتوسعوا في الأرض اللي هم عايزينها زي ما قالوا، وزي ما طلعوا خرايط، وزي ما طلعوا باتشز على كتافهم. أوكي، على قدر المستطاع بيحاولوا يعملوها في يعني in a very speedy manner because I think إن ترامب الشخص الوحيد اللي هيعرف يساعدهم أكتر من الرؤساء اللي فاتوا، وما يعرفوش إيه هل الانفلونس بتاع اللوبيز and whatnot هيشتغل الفترة الجاية مع حد آخر ولا لأ، ولا بعد ما الدنيا اتكشفت زيادة عن اللزوم هل إيه التأثير ده ممكن يستمر، تأثير الضغط أو تأثير التحكم فيه إلى حد ما، التحكم في الدراع الأمريكي هيستمر مع الولاية الإدارة القادمة ولا لأ. so I think they think إن هما they wanna seize the moment يعني يحتلوا يعني يسرقوا الدقيقة اللي هي يقدروا يطلعوا من أمريكا أكتر كمية من أيا كان من التعاون إن هم يوصلوهم أهداف. The Russians were careful yesterday. No, it was 2 days ago. The National Security Council issued a proclamation. And they said, look, beware, everyone.
these talks that are going on, they may be just a grand deception once again. Look at what Trump says, but what he does, 50,000 ground troops and lots of aircraft that are going into, don't fall for this again. A National Security Council statement. So the Russians are from Missouri, as we say here. Show me, don't show me Trump's talks. Show me what his armed forces are doing. And I think that speaks volumes because neither Beijing nor Moscow trust Netanyahu or certainly not Zelikow, and not Zelikow, but Or Wickoff and winning wars. Scotty, what are the ground troops there for? Show. First of all, we say 50,000. Okay. So العناصر اللي هي المفروض العناصر البرية موجودة هناك ليه؟ قال لك للعرض عشان للشغل. They're not all trigger force. All right, so we're not talking about, putting 50,000, hunter killers on the ground to do some stuff. We're talking about 50,000 troops, the vast majority of whom are non-combatant support troops. There to, provide logistics, there to provide communication support, to provide intelligence support. Okay, so معظم اللي هم المفروض ground troops مش للكومبات، مش إنه ينزل يحارب يقاتل. معظم الموجودين عشان إيه؟ يوفروا اللوجستيات، يوفروا المعلومات، يوفروا التنسيق والحاجات Yeah, but they're not trigger force. So this isn't serious. I'm just going to throw that out there. We are incapable of carrying out any ground-based operation against Iran. اوكي بالنسبة لسكاربرز عزفناه والله أعلم إيه اللي هيحصل كم الأيام اللي جاية. right because again روسيا واحد عنده منطق يقول لك ما تقوليش ترامب بيقول ايه، وريني الأفعال اللي بيعملها على الأرض. التروبس اللي بتعزز كان في تعزيز للقوات اللي في الهدنة وفي الشديد تعزيز لقواتنا right أو هنا في المنطقة. anyhow بيقول لك ما تاخدوهاش سيريس، دي مش هتعمل حاجة، القوات دي مش هتعمل أي حاجة في أي حد، هي موجودة لحبستكات اللي بره بس لوجستيات وكوميونيكيشن والكلام ده. alright then why are you still there? It doesn't make sense unless هم بيحضروا حاجة تانية وعايزين ينيمونا مننا كالعادة. احنا مننا دي جزء من المفاوضات والهدنة ووقف إطلاق النار عشان خاطر نتأكد بس إن وقف إطلاق النار هيحصل. الجنود هيكونوا موجودين there يتمموا على الموقف. And limited raids, and as we showed with the failed raid on Isfahan, we can't even execute that using the best troops possible. I mean, using tier 1 forces from the Air Force, Army, Navy, we couldn't pull it off. The Marine Corps is pretty good, but you can't give them a mission impossible. Kharg Island will not fall. Okay, so بقول لك حتى برغم إنه نحن استخدمنا تير 1 العناصر الكبيرة اللي مهمة عندنا في عملية أسفان، أنا شفت ما نجحتش. so الجيوش اللي موجودة دي شاطرة وكل حاجة بس مش هيعرف تعمل الأهداف اللي هو إنهم يخشوا يغزوا الجزر أو أطراف إيران. This is the 82nd Airborne going to do with the brigade, die, to jump in and die. So this is just show. This is, Trump has to be in a position where he is seen as putting pressure on Iran, so that Iran can be told that there will be consequences if these talks fail. But the Iranians are smart. They've played this out. They know that the United States lacks the capacity to carry out any serious ground-based operation against. Okay, again بالنسبة للسكاربرز إن هم فاكرين إن هم دلوقتي بدأوا يشوفوا إن ترامب هينام وخلاص، يحطوا الجنود بتاعهم موجودين بس ما يعرفوش يعملوا حاجة. and they think برضه حسب السكاربرز هو بيعتقد إن الإيرانيين أذكياء وفاهمين إن ترامب هيقعد يطلع عضلاته حواليهم وخلاص مش هيعرف يدخل على الأرض أو يعمل أي ground operation عمليات. So where are we going to go? Let's Bahrain. seize Chabahar?
and then what? Advanced inland with 50,000 troops. It doesn't work. The math doesn't work. They won't get 5 kilometers in when their logistics run out. Then they'll start taking casualties. Then they'll have to withdraw. And then it'll be a Dunkirk all over again. So the buildup is purely political posture. There's no serious mental or military capacity being accumulated by the United States. Larry, our mutual friend, Professor Mohammed Morandi, who was there in Islamabad with the Iranian delegation, told us that Vice President Vance seemed nervous and ill at ease and couldn't answer simple questions that were capable of a yes or no answer without getting on the phone. Why? And of course, we know the Iranians can't stand and don't trust, and understandably so, Witkoff and Kushner. Why would the Iranians meet with Vance again, taking directive from Benjamin Netanyahu, and why would they have anything to do with Witkoff and Kushner? Well, they will only meet with Vance or Eunice negotiators if all 10 items that were on their list, that paper, their 10 so-called 10 points that they submitted, and those two, there they are. It's very clear. All the secondary sanctions have to be lifted. All the money has to be unfrozen. There has to be a ceasefire in Lebanon, and that includes Hezbollah. Israel is no longer attacking them. So these are not items for negotiation from Iran's standpoint. Is this a list that Trump at one point, perhaps not having read it, said, we agree, and that is the linchpin to the ceasefire? And then somebody whispered in his ear, but you can't agree to this until we talk to Netanyahu first. Well, no, what happened was J.D. Vance was the primary point of contact on this. He signed off on it, briefed Trump on it. Trump, with the short attention span, and because وعشان تسمي ان ال10 شروط اللي ايران قالتهم ترامب جابوا له زي مشهد معرفش مدير المدرسه ده لما يحطوا له ورق وامضي انت بس يا رب محدش يفتش ورانا خش امضي بص ايران كده امضي هنا وده صح امضي هنا وده صح يطلع يقول لك احنا خلاص بنتفاوض ونتفاهم بعدين بوم ايران تقول لك لا ما عملتش الشروط اللي انا عايزها what the hell. This wasn't dressed as a Fox News anchor. Trump probably didn't pay that close attention. but then when it was announced, I mean, the Zionist crowd went nuts, and Trump started getting phone calls, and within 8 hours, boom, he committed his complete backflip, walked away from that agreement, what had been agreed to. Anyway, Vance went ahead to Islamabad, but they sent minders, Witkoff and Kushner, and as the British diplomat said, those two are Mossad assets. That they are working for the Israelis, not working for America first, but Israel first. So Iran is willing. They were getting, let's call it, some polite pressure from China, and that's why Pakistan stepped in as that intermediary to say, let's get a negotiated way out. But based upon what Bessent did yesterday and his attack on China, I think the Chinese are going to say to the Iranians, "You're right. Those Americans, they're crazy as hell. Go beat them up." Ray, what is the Army chief or Prime Minister of Pakistan probably saying to the Foreign Minister of Iran? Okay, so far اللي فهمته ان في تصعيد معها من ناحية باكستان الصين وروسيا. الأفعال اللي اتعملت معاهم اليومين اللي فاتوا they wanna use أو بيحاولوا يحطوا المشهد إن هم يحاولوا يستخدموا إيران كدرع ليهم بقى اللي تحاول توقف أمريكا عن عن تعملوا عقوبات والحاجات دي كلها. Almost literally as we speak. Well, I think the Pakistanis have actually sent some troops into Iran. It looks like the Pakistanis are not on our side anymore. My God. قال لك باكستانيين شكلهم بعتوا قوات لإيران الله أعلم بعتوا قوات للسعودية برضه I don't know
وباكستان شكلهم مش في صف أمريكا. It's happened. And what interests me even more in this connection, with respect to the 10 points, Lebanon was one of them. What does that tell me? That tells me this Israeli Zionist objective of a greater Israel has been finally met and stemmed. What that tells me is that there is an arc of not evil, an arc of resistance, and that the Iranians, in my view, to their credit, were also insisting that Lebanon be included here, as eventually Palestine will also have to be included. So, الله عليك، اسم الله عليك، اسم الله عليك. أنا بما إن دلوقتي لبنان كانت اللي هو إيه، هي فتحت المشهد كله رايت عن خطة مشروع البعد الأعظم. بما إن هي اتحطت إيران يعني اشترطت إن لبنان ما تتضربش، إذا يبقى إحنا كده إيه بنصدق إن فعلا البعد عايزين المشروع بتاعهم، وواضح إن إيران عملت الصح إن هي تجيب الأذرع اللي مش شرانية، اللي أذرع المقاومة عشان تمنع البعد من إنهم يتمددوا. اللي احنا بنحاول اللي شفناه قبل كده كأذرع ايفو اكسس ايفو أذرع الشر رايت. أذرع الشر دي أتاريها كانت أذرع مقاومة وبتحاول تحافظ على الأراضي الفلسطينية واللبنانية وكمان أيا كان من توسع البعد. The Iranian regime, if you will, the Iranian government has put itself on the line not only for Iran, but for the Lebanese who are being attacked by Israel, for the others that are being attacked by Israel. That's almost sort of idealistic. It's not very narrowly focused. اوكي، فإيران دلوقتي حتى محطوطة في المشهد الايه المخلص، هي كمان الايديال، المثال القدوة الذي كده ايه انه ايران بتدافع عن الدول الصغيرة اللي موجودة اللي ما عندهاش حيلة ولا قدرة ان هي تحمي نفسها من البعد. ايران حطت نفسها في بوزيشن القوة دي ان هي يبقى عندها دراع وسيف من خلال خنق الاقتصاد العالمي، ولا اتخاذ الاقتصاد العالمي رهينة تطلع مزاجها مين اللي يتحرك، عشان هي قضية متبنياها إيران متبنية إيه قضية تحرير الأراضي المقدسة اللي موجودة هنا. إيران ما كانتش تعمل حاجة غلط. That's to their credit, and so we have to really think about an arc of resistance rather than a terrorist, and you have to make sure you realize that Iran is not the chief terrorist sponsor in the world, and that Iran was not working on a nuclear weapon still, and that was clear, but the head of national intelligence refused to say it this year. Okay. برضه لازم تفتكروا إن إيران مش هي الحاضنة للإرهاب العالمي، ولازم تفتكروا إن إيران ما كانتش شغالة على سلاح نووي اللي هو المضرة في التاج ده. كانت ورئيسة المخابرات ما رضتش تعترف السنة دي إن هي ما كانتش شغالة على سلاح نووي، وإن هي لازم تحطوا بقى ترجعوا في دماغكم تاني إن في حاجة اسمها محور المقاومة right؟ مش axis of evil، دول طلعوا محور المقاومة. أدم إحنا شوفنا كتير من البعد يثبت إنهم بيعملوا كل ده مشروعهم، ومشروعهم بيوقع أمريكا وقوتها وسمعتها ودبلوماسيتها وكل الكلام ده كله. obviously افتعلوا تاني أيها المحور الإيه محور المقاومة، اصحوا من النوم. أمريكا بتديكوا إشارة من خلال المخابرات بتاعتها مفتوحة إن أنتم كويسين ومحمودين ومش إرهابيين، وفي في اللي شايفينكم مش محور شر، ولا شايفينكم إرهابيين ولا أي حاجة من الحاجات دي، في اللي شايفينكم محور مقاومة. وفضلوا تاكل يقول لك help is on the way. طب مين اللي هيمولهم؟ مين اللي هيساعدهم عشان يعملوا يقاوموا بقى بجد؟ ده موضوع تاني اليوم تاني. بس السردية الطويلة اللي بقالها فترة دي محور الشر وقطعنا الأزرع والأزرع نامت ولا هتنام لنا
شيل السلاح من دول، حط السلاح من دول، طلع all that stuff. نو اصحوا تاني من أول وجديد، عشان ماما ابن أمريكا عمال يقول لكم بطريقة غير مباشرة انتوا كنتوا صح. احنا خدنا بالنا دلوقتي ان ايه، ان البعدة عايزة تتمدد في المساحة وتاخد أراضي كتيرة، وبتعملها على حسابنا بطريقة مفضوحة، يعني بتفضحنا وهي بتعملها. اصحوا فولهم. Having said it since 2007. Right. Before we go, a little bit of humor, particularly for Larry, who's such a movie buff. We did not create this. It's side-splitting. It's Pete Hegseth's courtesy of Harvey Weinstein. Chris? The path of the downed aviator. The path of the righteous man is beset on all sides. and is beset on all sides by the iniquities of the selfish and the tyranny of evil men. by the iniquities of the selfish and the tyranny of evil men. And I will strike down upon thee with And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger great vengeance and furious anger. for those who attempt to capture and destroy my brother. Those who attempt to poison and destroy my brother. And you will know my call sign And you will know my name is Sandy One is the Lord when I lay my vengeance. when I lay my vengeance upon thee. يعني ما تخلص والمنزلية وبقى حوالي 3 أسابيع. أنا حاسس إن بقيت So Pete Hegseth, they claimed came from the Old Testament, was written by Quentin Tarantino, Larry. I think, man, اوكي سو بيك حنا السكران الكلام اللي كان بيقراه ده كان بيزعم. اوكي anyhow حنا السكران اللي كان بيقول بيخطب اسم الله عليه، وكمان ما يخطب كله مسك حديدة. alright so كان بيعتقد يعني، أو حد قال له إن ده جزء من الإنجيل، الكلام ده جزء من الإنجيل، أو جزء من الكتاب المقدس، أو جزء من الزبور، أو جزء من أيا كان مقدس بالنسبة له بيقراه. alright and هما جابوا قصقصوا كلماته وقصقصوا كلمات الممثل في الفيلم جريج كوارانتينو. right قصقصوا جزء من الفيلم وقصقصوا جزء من كلامه، لقوا السكريبت مكتوب بالظبط جزء من الفيلم. برضه إشارة ثالثة أو رابعة أو خامسة أو إشارة رقم مليون. إحنا جات لنا معلومة من أمريكا، أنا جات لي معلومة بعلم الوصول زمان، سنتين قبل ما ألكسندر الإسرائيلي الأمريكي يطلع في إحدى الهدن بتاعته توفى القناة مع غزة. right جات لي رسالة بعلم الوصول اللي هو إيه it's gonna be a Trump show، جزء منها. right ترامب نفسه قال لو هنعمل فيلم هندخل مدير مخدرات ده برضه في الفيلم ده، ولو هنعمل فيلم هنعمل نفس المشهد في الفيلم ده. وحنا السكران هو بيقول حاجات يعني تحمسية جايبها، بيقول لك أنا جايبها من إنجيل بس هو جايبها من فيلم. right من فيلم. عمالين يوصلوا لكم كلكم رسائل يا جماعة احنا بنعمل أفلام. جابوا عقيد برضه في الدفاع الجوي، في الحربية، في سلاح الجوي، من أحد الناس الجديدة اللي استضافوها. I can't remember his name، أنا آسفة. I forgot his name already but it takes me a while عشان أفتكر اسمه. جاء قال لك ده كان اللي هو بيدرس تاريخ كمان. المهم قال لك ساعات الصور والفيديوهات اللي بتطلع من الحرب فيها منها حاجات كاذبة فيك، حاجات مصطنعة، حاجات وحاجات طالعة من أفلام من الفيديو جيمز. right كذا حد عمل سيجنال وإشارة إلى إنه جزء كبير من الحرب دي احنا بنعمل شو، حتى بالكلام اللي ممكن يكون مثلا لسه حالا قايل درون ب$250 مليون دولار خسائر. جزء من الشو، جزء من المسرح، العملية it's mainly مسرح عالمي
حربي ولا أيا كان سردياتي however I wanna say it and في تفاهمات تانية على الأرض بتحصل. واخد بالك في حاجات تانية على الأرض مختلفة بتحصل. بس لما بتصل ناس في أماكن معينة في العالم ما بلاقيهمش بيصوصوا الصوصوة اللي طالعة في الإعلام. والناحية التانية في أمريكا ولا حد ما يعرفوش أصلا إن هما كانوا في حرب، ما يعرفوش كان في حرب بتحصل، ما يعرفوش حاجة. الإعلام كله قاعد يحتل دماغ صحراء فرعون العالمية على مستوى العالم، يعني العالم كله. البنزين وسعر الأمريكاني هيقول يا حبيبي أنت بتعيد نفس الكلام اللي هما بيقولوه، أنت كده كأنك بتشتغل لهم. سعر البنزين هما دايما بيسلطنوا، بيحطوا في أي حرب هتلاقيهم بيقولوا سعر البنزين. في أي حرب هتلاقيهم بيبقى فيها توقيت انتخابات، right؟ فأنت بتعيد نفس سرديتهم يعني. وأنا عندي بغبغان غلباوي من نص لسان وتقول حاجة أنت مش عارف إحساسها إيه بالظبط وأبعادها الناحية التانية إيه بالظبط. هما لازم يقولوها كده بالطريقة السياسية على أساس إن هما معنيين بالمواطن وتحركه والطاقة بتاعته يتحرك عشان يتحرك يروح يشتغل ويبقى منتج، مش استهلاك، يبقى منتج right؟ ومنتج استهلاكي في نفس الوقت. ما علينا. ف ف ف فلما يقعد يقول لك كده وانت بتعيد نفس كلامه، اصل سعر البنزين بالنسبه يبقى كذا، سعر البنزين يبقى كذا. المواطن العادي ما بيتكلمش بقى باللغه دي ولا بيفهم فيها ولا اي حاجه من الحاجات دي. he goes with the fucking flow. الفلو ماشي ازاي؟ همشي في الفلو. انا عامل زي المعيز اللي مش باهينه طبعا، بس اللي هو تهشهم كده يجوا كده، تهشهم كده يجوا كده. المواطن العادي هناك او الناخل اللي انت بالنسبه لك الامريكي ده حد اللي هو ما فيش حد زيه في الكوكب وعنده كل مميزات العالم واخد no leave no man behind. ولو اشتغل معاهم في الجيش بيبقى بيعظمها، ولما بيشتغل كل التفاصيل دي كلها ماشي. وانه عندهم حريه انتخابات وانتخابات نزيهه وقاضص. انتخابات نزيهه ازاي وهو البعض هم اللي بيدفع لهم مين يشتغل عندهم رئيس ومين يشتغل بالكونجرس؟ فين النزاهه في كده يعني؟ وهم وفي نفس الوقت معترفين اللي هو سقط القناعه بقى. ومفيش فايده برضه اللسان العربي يقدر يتكلم زيهم. اصل سعر البرميل بالنسبه لهم ولا حد هناك ولا الهوا ولا اي حاجه من الحاجات دي. كل دي بيبقى السردية حربية بتتكرر في كل حرب، أو كل conflict right? Because it doesn't make sense to them. To you it doesn't make sense. to them برضه المواطن الأمريكي مش هتفرق معاه لأنه مش فاهم اللي بيحصل وما يعرفش إيه اللي بيحصل ولا ليه دور ولا تأثير ولا أي حاجة. والعملية الانتخابية أنتوا تعتقدوا كده إن الواحد يبقى عنده بقى القدرة إن هو يكون المؤثر على صناع القرار والكلام ده كله. طلعوا لسانهم قال لك صناع القرار اللي بتأثر عليهم اللابي بتاعت البعد ده، شركات من هنا، عناصر ما اعرفش ايه من الحياة من هنا. محدش، احنا اهو المخابرات المفتوحة ما بنأثرش عليهم. انت اشيل من دماغك بقى حتة ان انت ايه فاكر ان الناخب الامريكي يعمل حاجة ومش الناخب الامريكي عمل حاجة، اصله نزل وتظاهر، اصله عمل وتفاهم. كل دول ناس بتشتغل عشان الدولة دي كلها تكون موجودة، اللي اسمها ايه الولايات المتحدة، القارة دي كلها تكون موجودة تحت فجر الله والعالم الواحد والكلام ده كله. مش هيعطلوا شغلهم عشان ولا هيسمعوا ولا هيخلوا لهم ولا الحكومة تخليهم يعطلوا شغلهم عشان بيقطعوك انت يا فندم، عشان بيقطعوا المنطقة دي. فانت مش اللي هو مستني الناخب الامريكي يتحرك. هم حاطين ايران في بوزيشن دلوقتي. مين اللي ما قدرش على العالم مش قادر على امريكا وبيبي او على ترامب وبيبي؟ قال لك اتحدى العالم وانا وياك، ترامب وبيبي. حلو. مين اللي وقف يتحداهم بقى وخلى العالم يقف كده يتفرج على المشهد؟ ايران اتحطت في بوزيشن ان هي تعمل كده. ليه؟ عشان معاها سلاح نووي وسلاح فتاك وبي 2 واف 35 ودفاعات جويه فشيخه وتصدي معرفش ايه مش عارف ايه واسلحه بالصوت بقى، اسلحه صوتيه دي تجيب من ودنك دم وانت قاعد، يعني مش محتاج قنبله تنزل عليك
تتفعل بس حواليك تقتلك وانت قاعد. عم بيعملوا عليها أبحاث هناك. مناقشة لو استخدمت قبل كده في حرب ولا لأ. لو كانت استخدمت ممكن كانوا يبقوا شغلوها قالوها يعني. خلي بالك. So part of it is a big fucking show. والستيت هيدز اللي هتبقى موجودة، احنا عملنا لكم two demonstrations الكام سنة اللي فاتت. عملنا لكم demonstration اللي هي الإبادة الجماعية والعقاب الجماعي اللي هيقومنا هيحصل له كذا. وعملنا لكم demonstration عرض يعني، عرضنا لكم المشهد ده عشان تتعلموا اللي هو ايه. احنا بنعمل لكم عبرة اهو من غزة عشان متعملوش معانا حاجة عشان منعملكوش غزة تاني. وبعدين وعبرة أخرى أمريكا عملتها من إنه الاقتصاد العالمي يتأذي. أنت مش حاسس بيه دلوقتي، هتحس بيه بعد إن شاء الله. ما تحسش بيه بس هتحس بيه بعدين. واخد بالك؟ so هل بقى حد دلوقتي عنده إرادة زي ما البعض قالوا؟ الموضوع كله عن الإرادة. لو عندنا إرادة هنعمل اللي احنا عايزينه وهنتوسع. هل مثلا في قوات متحالفة في المنطقة، مثلا قوات عربية في المنطقة عندها إرادة إنها تكون حليفة ومتمسكة ببعض ويستخدموا قوات بعض بالطريقة، يعني يعرفوا ينسقوا مع بعض إن هو يبقوا قوة معينة على الأقل إن هما إيه لأن تغيير النظام العالمي مش بيحصل في منتهى العنف يعني. إن هما يوقفوا الإيه، يبعدوا الأذى عنهم. هل الموضوع ده موجود ولا too bad so sad too late؟ كل واحد موقعه ما يسمحلوش إن هو يعمل الاتحاد اللي زي كده. إن البعض بيخش في المصيبة وأمريكا بتخش في المصيبة، ولو يدرع من هنا وهنا والحاجات دي كلها بتقوم داخلة فيها، فبيدوا الكوليشنز اللي ممكن تتحد دي مفك. for example زي ما هو بيحاول يدوا مفك في روسيا والصين ما يتحدوش أكتر من كده. alright. Against Hegseth for butchering his great clothes. But yeah, look, what a joke. Pulp Fiction is probably an accurate characterization of the entire Trump administration. I'll give you the last word. How does the military view somebody like Hegseth? Well, I don't know how today's military views it. I can tell you that Hegseth would be run out of Washington D.C. back in the 1980s. If you get some sort of وقف لاري جونسون، قطم كلام لاري جونسون بسرعة وبعت له مسج and entire Trump administration. I'll give you the last word. How does the military view somebody like Hegseth? Well, I don't know how today's military views it. I can tell you that Hegseth would be Pulp Fiction is probably an accurate characterization of the entire Trump administration. I'll give you the last word. How does the military? Okay, so yeah, قال لك لما قال Pulp Fiction, that's it's not a good thing to say there. was a little too much. So تدخل القاضي بسرعة وكتب رسالة قطع عليه وبوم غير الكلام، لأنه بيدي كل واحد وقته لما يخلص إجابته تماما يوم سأل السؤال الجاي. ما بينطش يقطم السؤال بتاعه الإجابة بتاعت حد أو تعليق أو تعقيب حد. هنخش على سكاري آخر حاجة. لا سكاري مش سكاري ده سكاري يعني حاجة اسم الدلع بتاعه. يا سلام، ده انت حبيب عمو حبيب. Somebody like Hegseth. الجيش بقى شايف Hegseth ازاي؟ Well, I don't know how today's military views it. I can tell you that Hegseth would be run out of Washington D.C. back in the 1980s. If you get some sort of fake Christian posture. قال لك لو في 1980 في الثمانينات أو 1800 1980s هي 1980s anywho. لو كان في البيت الأبيض ساعتها أو في دي سي كان هيجري، لأن زمان لو كنت ده حقيقي. زمان لو جبت واحد مسيحي كانوا لسه مسيحيين قبل ما يتحولوا لعلمانيين أو الحاجات الثيولوجي التانية اللي بيدخلوا الشيطان فيها الجو ده.
لو جبت لحد مسيحي حد يتكلم بالشكل ده هيقولوا له يا فندم. There to pull that stunt, he wouldn't survive. I mean, people would have stood up. Generals would have come to him and said, "Get off the stage, sir. You're humiliating us." The president would have received a phone call and fired him on the spot. الرئيس كان هيفصله في ساعتها والصحافة يقولوا له يلا انزل من على المسرح ما تتكلمش أكتر من كده. انت بتهمنا كلنا. استخدامهم الديني في السردية الحربية مش مهينة فقط. طب بغض النظر إن هي مش ملهاش لازمة، مش هتخوف حد. ما عمر ما التخويف يا جماعة الإرهاب في المطلق. اللغة الإرهابية اللغة في سلوك إرهابي على جميع مستوى أي بني آدم ممكن يتحول لإرهابي. روسي. اللغة مهمة في السردية في المطلق. حتى لو في عنصر إرهابي، وأكيد الجماعة اللي اشتغلوا في كتلة الإرهاب ممكن معرفش يقولوها ولا لأ، بس ممكن عنصر يبقى ما بيتكلمش اللغة العربية ومن دولة تانية أو أنسي العناصر الإرهابية اللي في الكوكب. السردية اللي بتنجح في الإرهاب للأسف الشديد اللي بتتكلم باللغة العربية. اللغة العربية أقوى مليون مرة. لما تجيب لي واحد باللغة العربية بيتكلم بشكل ديني وعنيف وبتاع، واعتصموا وإنكم لو ما اعتصمتموش بحبل الله ولكن حبل الله واثق إليكم إنكم لما كده دي مع ناس برضه فاهمة عربي كويس. دي أقوى لغة بتحرك الإنسان. صدق أو لا تصدق، دي أبحاث معمولة وحاجات في العلم علمية اتعملت، وحاجات اتعملت في المخ كسكانينج. المخ اللي بيتكلم لغة عربية أو بيقرأ ويكتب لغة عربية إزاي، إيه الأوض اللي شغالة فيه مقارنة بالمخ اللي ما عندوش في منتهى الذكاء في الناحية التانية. مش مشكلة، بس برضو مش ملم باللغة العربية، مش قوي في اللغة العربية أو ما عندوش لغة عربية. اللغة العربية بتاعتك على قد قوة اللغة العربية بتاعتك. I'm sure إن الكوكب فيه ناس لغتها عربية طبعا أكيد أقل من الإنجليزي، ده طبيعي عادي، بس لغتها العربية ثرية جدا. ولو حطيته في دماغهم تحت سكات سكان أو حاجة زي كده هتلاقي في قوة كتيرة في دماغهم شغالة. فغالبا الناس دي بتاخد قرارات حازمة، يعني بتعرف تشتغل كويس أذكياء. الشر برضو عنده نفس الزفت. هما اللغة، يعني اللغة اللي اتكلموا بيها بالإنجليزي واحد كافر على دماغه ووضع الشات، هو كافر بالإرهاب بس، مش كافر في المطلق يعني. المهم في دماغه كافر بالفكرة الإرهابية. لما يعملوا الهليلة دي بالإنجليزي ما بتأثرش أوي، فعشان كده استخدموا العرب أو الناس اللي كانوا لغة عربية 100 سنة اللي فاتت عشان تكون بتحط لك خطاب ديني بايظ. الدعوة العنيفة، التحول من حد عادي لحد عنيف، وكل التفاصيل دي يعني كانوا عارفين إن اللغة مؤثر كبير للعوام، للناس الكتير. اللغة مؤثرة جدا، فكان ولازم ولغاية دلوقتي بيعملوها. يعني لغاية دلوقتي بيستخدموا عناصر بتتكلم اللغة العربية أقوى من، يعني أنت لما سمعت بيت هيكسل بيعك من شوية ولا حصل لك أي تأثير ولا أي نصيب. هم خدوها بضحك وقال لك إيه اللي أنت فيه ده؟ لو كنت موجود زمان كان زمان يعني متدينين شوية يقول لك يلا من هنا. بس بس مش هيعرفوا، عشان مش هيعرفوا إنه يحطوا سردية إرهابية بالإنجليزي. ممكن ينفذوها، ممكن يمولوا الإرهاب، ممكن يعملوا whatever، يمولوهم مرة يخلوا اسمهم مرة إرهابيين مرة عادي. ما الجولاني كان إرهابي صح؟ مش الجولاني ده كان إرهابي على راسه 10 مليون دولار. وبقى رئيس سوريا دلوقتي صح؟ ويلعب مع ترامب، وترامب يحط لهم حاجة على دقنه ومش عارف شغل القرف ده كله. ممكن يعملوا كل الليلة دي بس عشان يعرفوا يجندوا ناس
أو يزرعوا. مش ضروري يجندوا الناس بفلوس، ممكن بس العيال اللي بتسمع الكلام الكتير اللي بيخش لهم في دماغهم من إيه، من السلبيات اللي فيها، اللي لازم تحذر، اللي فيها دعوة عنيفة، أو دعوة لكره، أو دعوة لريزنتمنت، إن أنا أكرهك، إن أنا أشك فيك، أريزنت يو، أو ألومك على مشاكلي، ابقى مش من جوايا مش راضي انك موجود، بس انا ما باليد حيلة بقى، انا ضعيفة وما باليد حيلة. هو ده اللي بقى ايه، ادي الله وادي حكمته، هو ده والجو ده كله يتكلتفيت جواك، بيزرع جواك شجر كتير سيء اتجاه ايه اللي منك، بحيث ان لما تشوف حاجة وحشة فعلا من اللي منك، ممكن تقول ده كلامهم عندهم حق، ده دول بقى تلاقيهم كذا 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 فعلا. You see what I'm saying؟ لأن غصب عن البني آدم مخه بيعمم عشان يجيب الحاجة بحقيقتها، وعيت بالشخص والمجرم والجناية الرسمية والبصمة الرسمية. ده ما بيعملوهاش في التحقيقات، ما بيعملوهاش في النيابة، أيا كان فين في الكوكب، في النيابات والحاجات دي كلها، ولا القضاء، ولا الكلام اللي هو يتحققوا ويعملوا ديسكفري، ومين بجد اللي عمل المشكلة دي، ومين اللي بدأها، ومين اللي كتب هنا، ومين اللي دفع فلوس فيها هنا، ومين التفاصيل دي، اللي هو الناس اللي شغلتهم انها تحقق، مش فيها كده. ما بالك المواطن العادي يعني، زي غصب عنه جاي خلاص قال لك كلهم كده. So why I mentioned that because كان في دعوة دلوقتي من لاري جونسون، راي ماجوفرن كان بيعمل إشارة ودعوة لمحور المقاومة إن يقوم ويقوى، أو يقوم ويشتغل، أو يقوم ويكمل، أو يحطه in perspective. لو كنت مقاومة فعلا عشان أراضيك، كمل مقاومتك، because guess what، أيا كان مين اللي هيكلموه هم هياخدوا الأراضي. So obviously محدش مستفيد من كده غير إنه دايما يكون في خناقات في المنطقة، عشان لو المنطقة دي اتحدت هتعمل فعلا تغيير في ميزان القوة بجد يعني، بس بطريقة تخسر الشركات الوحشة أو الميليتري اندستريال كومبلكس بأجهزتها المخابراتية. ده قالت معاك بقى absolutely military industrial complex ممكن تكون مشغلة مع عناصر مخابراتية عندها absolutely معلومات. هتجيب معلومات منين؟ لازم يبقى عندها بنك من المعلومات يعني. أما الكومبلكس ازاي لا مؤاخذة. ف keep going في الايه، الاتنين يخلصوا على بعض، واحنا نستنزف حاجتهم، بعدين ناخد الغريمة بعدين، meanwhile وهم بيقتلوا في بعض. الآخرين بيشتروا مننا أسلحة عشان نعرف ندي اللي بيقتلوا في بعض. Yeah, Hank said, first of all, posturing is some sort of Christian crusader. That's not what we do in the military. That's not the posture we take. There was a General Boykin, former Delta Force commander, who after 9/11 made... بغض النظر إن إحنا اتكلمنا عن إن هو يعمل دور كروسيدر، السكارلرز جاي ورا دلوقتي إن هيك حنا سكران من أول يوم، إن أنا حنا سكران ده هيعمل دور إيه، الحروب الصليبية والكلام ده كله فشل. يعني لما تقرا قصص الحروب الصليبية مش ليها like I don't know، ليها قوة أكبر من كده من اللي بيعملوه يعني it's too it's an interesting read، هي سيئة بس interesting read. لكن التمثيل إن أنا ده هي حروب صليبية وأنا ربنا اللي بعتني عشان أروح أحرر أيا كان، ده مسخ زيادة عن اللزوم. just nobody takes it. Such a claim. We're crusaders going off against the Muslim terrorists, and he was chastised because that's not what we do. We're apolitical. We separate church and state. Okay, هو بيقول لك إحنا apolitical يعني أنا الجيش المفروض الجيش في المطلق بيكون كده ملوش دعوة بالسياسة. بنفرق ما بين السياسة والكنيسة. الكنيسة بتقول ايه يعني اعبدوا اللي تعبدوه، اعملوا تعبدوه. احنا ناس جهة أخرى، جهة قتالية مفروض دفاعية.
المفروض لغاية ما تحولت إلى للأسف هجومية. Hegseth just posturing as a modern day crusader. This is the antithesis of everything that we're supposed to stand for in the military. And then to cheapen Christianity further by, it's not even Christianity, it's the Old Testament. But I mean, Quentin Tarantino wrote a brilliant screenplay. And that passage from Samuel Jackson will go down in film history as one of the finest moments in film. But Hegseth tried to make it reality and putting it on a pilot. And this is disqualifying stuff. This is the stuff that should require Hegseth to be run out of office immediately, fired immediately. Instead, as Larry said, this entire administration is full of cartoon characters, and Hegseth just fits in amongst them. اوكي بس احنا وصلنا بقى مرحلة ان هم مش بس رئيس بتلعب بيها، لا دول بقى كرتون. الإدارة دي كلها بقت شوية كرتون كاركترز. الكاريكاتير فين بقى اللي يرسم الإدارة الكرتونية دي؟ قال لك المشهد اللي في الفيلم كان من أكتر مشاهد عبقرية في الأفلام، لكن هو يحول المشهد ده لحاجة حقيقية. ووراه من سكريبت مين اللي هو محمد سكران، جايبين فيلم عدو حرفيا مع فيلم، وخد من الفيلم ده واطلع قولها كعقيدة عسكرية. أحا فندم، مين اللي أحا يعني مفروض في المطلق حد في الجيش هناك يقول له أحا فندم، أحا روح أمك، مش يا فندم. فندم مين؟ انزل يلا أنت لو زي حرب ولا خلق وخبر السويد. ربنا أنا بدأت ساعات بقول حكمة ربنا إن أنا في مصر دلوقتي، بس I would not لو أنا هناك if I'm there أو بشتغل هناك في الحاجات اللي كده دي، لأن كله هيشتغل هناك في الحاجات اللي كده بالطريقة. الفيدرال جوفرمنت 3/4 الشغل في أمريكا بتاع فيدرال جوفرمنت. إن شاء الله لو بتروح بتشتغل في البريد وبتجيب البريد تحطه في القفص وتطلعه من القفص وتديه الناس، دي اسمها دي شغلانات اسمها الفيدرال جوفرمنت جوبز يعني. alright. الحكومة مسيطرة هناك على أعمال كتيرة هناك. anyhow نرجع لكده. if I'm there أنا نهايتي هتبقى نهايتي أكيد. I'm there and I'm listening to this bullshit ولو وجه لوجه and all that stuff. I think أنا مش هعرف تشوف المشهد إزاي. وأنا هنا في مصر رحت مؤتمر المناخ ودخلت كان فيه نانسي بيلوسي بتكذب كذب أشهر، وكل اللي قاعدين طبعا كان في عناصر أمنية موجودة ولا UN والآخرين ومش عارفة إيه، والإعلام بيصور، والقاعدين اللي هو كأنهم واخدين مخدر متفهمش مالهم. وأنا عمال أتفرج عليها كده، ومفروض نتكلم على مؤتمر المناخ، هنتكلم عن المناخ what the fuck is she doing here، وهي بتحاول تعمل بونت سياسي في منتهى الكذب. هي عادة الناس اللي بيعملوا presentation بيبصوا على القاعة بتاعت الناس نظرة عامة، ويشوفوا اللي هو كل حاجة في مكانها وموضوعها عادي، مفيش حاجة شاذة تلفت انتباههم. So all of a sudden وهي بتعمل scanning على الaudience she locked eyes معاها، وأنا أكيد كنت فاتحة بقي like what the fuck، بقول what the fuck بس بملامح وش. I felt like اللي هو okay let's get out of here يعني أمنية like let's get out of here. شكلي كده انفعالي أو حاجة، كنتش هنفعل ولا هزعق ولا هشتم ولا هفتح شغل كلام. أنا كان تعبير وشي فقط هو اللي في قلق يعني what the hell. So what the hell man. Judge, could I a quick question for Scott? Have you seen the social postings about the chow that's on those marine ships? What do you make of that? Because that looks to me that's a failure of command. What is it? If that is true, and that's the ration, this is disgusting. I have suspicion that it's not true because chow is one of the most important things. I mean, you'd have Marines. What are we talking about, Scotty? Half rations, empty trays, crap food for the Marines on the USS Tripoli. The Tripoli just sailed. It should have full stores. And if it didn't, then there's ships that will come out and resupply it.
I can't believe for a moment that the Marine commanders would have the Navy commander of the ship strung up and dead. We would actually barbecue him and serve him to the Marines. Oh my God. All right, now Larry Johnson ده الحاجات دي والله. I love الحاجات دي. أو اللي فوق آخر سؤال ده اللي اتخطب سؤاله وعايز ينهي بالعنصر العسكري، عنصر الCIA بتاع بيقول لك سؤال معلش يعني رماها كده في صور أو حاجات ملزوقة تعني على السفن، تعني إنه مش عارف أقول كده، تعني إن الضباط هتبقى ضباط الجيش وهي طالعة على المهام بتاعها، المؤاخذة يعني هتاكل من قطط هتاكل إيه؟ هتاكل من حاجات القطط والكلاب والجو ده أو حاجات كده يعني حاجة مهينة جدا يعني. فاللي هو بتاع الCIA معرفش الCIA كده عارف هو اللي بيحصل، مش الدرجات دي بيهمت، بس ليه بيرميها كده مش قادر أفهم، وخدوها بضحك، بس هو رماها قصدا عمدا نكاية، حاجة بينهم وبين بعض بينكشوا بعض فيها. I can't read it بالظبط بس أدت إلى سكاري ما تعصبش عليه، قال لك لا عشان هو دلوقتي بيجيب لك لغة الCIA عاملة ازاي، ميلو يعني هادية، مش بتنفعل ومش بتزعق ومش بتكسر الكوكب ومش بتطلع مش الحاجات دي، مع انه زعق قبل كده. اللغة العسكرية عاملة ازاي دلوقتي؟ اللغة العسكرية هايجة وخلاص very aggressive very like extreme الناحية دي بالذات اللي هم في عمليات عسكرية بتحصل. so محتاجين يورولك الايه الأنواع اللي عندهم. سكاري نفسه قال لك والله لو احنا موجودين في السفينة دي المارينز لو لقيت ان الاكل بتاعها مش موجود والكلام ده كله هتمسك القيادة بتاعتها تشويها وتاكلها. دي عناصر مقاطعة. كده. The Marine commanders would have the Navy commander of the ship strung up and dead. We would actually barbecue him and serve him to the Marines. القيادة بتاعتهم هيشوها. لو عملت فيها كده هنمسك القيادة في البحر، تعالى بيوت القيادة، تعالى يا غالي يمسك القيادة يعلقوه ويشوه ويفضلوا المارينز عايزين تتعشوا، العشاء جاهز. قال لك تقطع من عند المارينز أكل احنا هنهزر. Larry Johnson. Guys, thank you very much. What a pleasure to be with the three of you. Thank you for the double duty to all of you. It's been a joy. And thank you for watching, everybody. As usual, you'll see Larry and Ray and Alistair Crook on Monday, and maybe Scotty Monday afternoon if we can find him. I know you have a busy week coming up, Scott. Thank you for watching, everyone. Judge Napolitano for Judging Free. Thank you, Judge, and thank you to all the gentlemen who attended or were serving. Okay, الرسالة الشك براكب من المخابرات المفتوحة النهاردة حسب الجمعة هم بيعملوها انت راوند تيبل يوم الجمعة. الرسالة انه محور المقاومة لازم يكمل. أفندم زي ما سمعت كده احنا بنهزر دلوقتي، انتوا بتستعبطوا صح، بتهزروا مع بعض. هذه الرسالة أنا استقرأتها من المشهد كله. محور المقاومة لازم يكمل، بس الجيش الأمريكي نفسه كجيش لا تفكر انك تضايقه او تلمسه او تقلل في اكله، تقلل في الغذاء اللي بياكله، right؟ هنشويه يعني ايا كان مين اللي هيفكر في حاجه زي كده هيتشوي يعني. so play nice boys، you gotta play nice الفتره اللي جايه عشان البعض فاكرين ان هم هيتوسعوا عشان عاملين سحر كبار لترامب، وممكن احط اعلانات عليها وازق ان في سحر كبارة معمول له، زي ما زقيت ان في حاجة نفسية عنده وفتحوا ملف النفسية بعد ما زقيت فيها. ممكن نزق دلوقتي نقول لك واضح انك الراجل مسحور، ممكن يكون مسحور، سحر كبارة عندهم بيأمنوا بالسحر ده،
ممكن يكون اتسحر، ممكن البيت الأبيض، الرجل الأبيض في البيت الأبيض في الإدارة الأمريكية يكون اتسحر. he's under some kind of spell, dark spell، أو الساحر الأسود اللي من أفريقيا. right؟ المخابرات هتكون مفتوحة لأي حاجة. المفروض الكلام ده تبقى ملمة إن في ناس في الكوكب بتأمن بالسحر وبتعمل سحر يعني. فممكن يستخدموها لسردياتهم عبال ما يخلصوا المهام اللي هم عايزينها في الكوكب ويقطعوا المنطقة بطريقتهم، لأنه كلهم في نظري بيشتغلوا مع بعض. إيران بتشتغل معاهم. This is my speculation. محتاج وقت طويل عشان أطلع دايرة، أو لو حد عايز يساعدنا من صحابنا اللي هناك ويدينا إشارة إن دي حاجة يعني موجودة، بس مش للعوام دلوقتي. لو حد عايز يدي يساعد، بيبقى في رغبة كده اللي هو أنا عايز أقوم ندي حتة فين تحت اللسان. في العالم ده برضه إحنا عالم رشيد، فما عندناش بنمشيش بالهوا، مستحيل. دي 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 مصر حاجة تانية. مصر بناخدها كدين يعني. هي مصر نفسها أمانة ربانية، مش حاجة اللي هو حتة أرض لأ. بس في الآخرين في المجال ده ممكن يبقى حتة هواهم يبقى كده يعني. فماشي، يمكن يقولوا إنه هل في أي تعاون أو تنسيق ما بين البعدة وأمريكا وإيران. أي حاجة. زمان كان المشهد باين، دلوقتي المشهد باين إن أمريكا بتحارب إيران. I don't think so. I don't think إن هي بتحاربهم. هيطلعوا شوية exercises في البحر بس قال الحديد يصدي. We'll see. We'll find out later إن شاء الله. Alright? We'll talk to you later. Sam.